اقرب سوق، اولا لا كانت عندك الثلاجه مزيان، ما كانش في الثلاجه اختي السوق جيبي لي واحد جوج جزرات اللي هو خايزو، غادا تاخديه وتقطعيه يعني تنجريه بهذه الطريقه اللي كتشوفي معايا في الفيديو، قطعيه بهذه الطريقه اللي شتي معايا في الكاسرونه، بامكانك تحكيه الا بغيتي، انا يعني كنسرع الوقت، راكم عارفين داك الشيء سريع فيت فيك، خديت غير الجزره قطعتها طرونشيات الى دوائر ودرتها لاله في الكاسرونه، زدت عليها الماء، ديتها فوق البوطه حتى كتغلي واحد 5 ديال الدقائق حتى ل10 ديال الدقائق فقط، غتسدي عليها وتخليها حتى تبرد واحد شويه، انا معايا يعني كندير لكم في الفيديو ما خليتهاش تبردات تماما. المهم غنصفيو حاجتنا غير بهذاك الماء فقط، الماء ديال الجزر، غنقول لكم اش غديروا به. شوفي ياك وصلتي لهنايا، ما حدك واصل لهنايا، ونوضي اختي قلبي الثلاجه باش الا ما كانش نوضي جيبي لي جزر الله يحفظك، وغنقول لك اشنو غديري ليا بهاد المكونات. شنو غنضيفوا دابا؟ غنضيفوا نشا الذره ملعقه كبيره اولا ملعقتين، الكميه تحكمي فيها على حسب الطول ديال شعرك. علاش قلت لك حسب الطول ديال شعرك؟ لان هذا راه كيراتين، كيراتين طبيعي البنات، كيراتين مرطب، واحد الترطيبه اللي ما يمكنش تخيليها، تمشي عند الكوافوره، تمشي فين ما مشيتي، والله البنات الا كيراتين رائع رائع بزاف بزاف، غير جربوا بعينكم مغمضين. غادي تاخذوا هذاك الماء اللي ديال الجزر واللي ضفنا عليه النشا، ديناه فوق البوطه وخليناه بهذه الطريقه. شوفوا الكثافه ديال هذا الخليط بغيتها تكون بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو، يعني يكون خفيف شويه لانه من بعد غادي يبرد وغادي يولي اكثر يعني من هكا، ما غيبقاش خفيف لكم بحال هكا، لذلك قلت لكم خلوه بهذه الطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. تبعوا معايا البنات، هنا غادي نضيفوا هذا المكون اللي هو البنات سحري كيرطب حتى هو الشعر، زيت الذره. جيبوا لي غير زيت الذره اولا زيت نوار الشمس اللي عندكم من هاد الجوج، والله البنات ما غادي تندموا على هاد الشيء اللي كنقول لكم، غير جربوه راه ما غتندموش نهائيا. شعركم راه يكون ناشف جاف كرد حرش، غادي يرطب البنات، ديروها مره وديروها جوج وعاودوها وتكون معتمده عندكم، من اسهل ما يكون، سهله بسيطه، غير نوضوا تحزموا وحيدوا العكز وقلبوا لي هذيك الثلاجه واش فيها الجزره، وتبعوا لي الطريقه اللي غنقول لكم وكيفاش غتستعملوه. غتاخذوا هاد الكيراتين الطبيعي ديروه على الشعر ديالكم، تخلوه واحد المده ديال ساعه المكانه، ومن بعد غسلوا شعركم، بامكانكم تغطوه بالسلوفان، بامكانكم تخلوه غير عريان بحال هكاك ما تغطوه ما والو، وغسلوا الشعر ديالكم واجوا ردوا عليا الخبر، خصوصا الا درتوا الباتشا اللي هي العمليه، دوروا لي الشعر ديالكم وشوفوا الشعر كيفاش غادي يرجع مسبسب حرير حرير حرير. يلا البنات تحزموا وحيدوا العكز وجربوا الكيراتين، ما غتندموش عليه. بسلام عليكم ودوزوا بخير.